ليه ميسي عامل مشاكل بسبب السعوديه؟ الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان كان في اجازه سياحيه في السعوديه، والكلام دلوقتي ان هو كان مقدم طلب استئذان لباريس سان جيرمان ان هو يسافر، وميسي سافر وما عملش حساب لحد ولا استنى حتى الاداره ترد على الطلب اللي هو مقدمه. على اي حال ميسي سافر السعوديه، واحمد الخطيب وزير السياحه السعودي كان مبسوط بوجوده في السعوديه، وكمان ميسي كان منبهر بالمناظر الطبيعيه في السعوديه، ونزل تويته قال فيها مين كان يتوقع ان السعوديه خضراء بالشكل ده. وعامه دي تاني زياره سياحيه لميسي في السعوديه، لكن المشكله بقى دلوقتي ان في مصادر فرنسيه بتقول ان باريس سان جيرمان هيوقع عقوبه على ميسي، واللي هتكون كمان ايقاف اسبوعين وخصم كمان فلوس من مرتبه، وان كمان مفيش نيه لتجديد العقد معاه اللي المفروض هيخلص الصيف السنه دي. الفكره بقى ان ممكن زياره ميسي للسعوديه هي رحله استكشافيه، وواخد معاه العيال ومراته علشان ياخدوا على الجو والظروف، لان اسم ميسي ارتبط الفتره الاخيره بنادي الهلال اللي اتقال ان هو عايز يمضي عقد معاه، وان كمان ميسي من ضمن خطه السعوديه عامه لتحفيز ودعم خطه ملف استضافه السعوديه لكاس العالم. فتفتكروا بقى ميسي هيروح فين، ومين اكتر فريق نفسك ميسي يلعب فيه قبل ما يعتزل؟